يسعد لي اوقاتكم يا حلوين، بتمنى تكونوا بخير. تعالوا معي بهذا الفيديو نعمل جبنة عربية مسنرة بكمية منزلية وبنتيجة ناجحة 100%. تابعوا معي الفيديو للأخير لحتى تشوفوا كل التفاصيل اللي راح أذكرها ضمن هذا الفيديو. عندي هون 10 لتر من الحليب، راح أحطه على النار وأرفع درجة الحرارة، المفروض تكون بين 35 و37 درجة مئوية. حطيت معلقة مانة مليانة طبعا بشوي من الحليب. راح اختبر خميرة الجبن بهاي الطريقة. طبعا نحن الحليب بنجيبه بارد، لهيك لازم نرفع درجة الحرارة، المفروض تكون بين 35 و37 درجة مئوية. هلا هون راح احطهم على الحليب وراح احرك الحليب كتير منيح، وراح اخلي الحليب بمكان دافي. طبعا انا عندي الطقس كتير بارد، خليت الحليب بمكان دافي لمدة 3 ساعات وغطيته طبعا بحرام. أنا بالصيف بخليه ساعة واحدة بتكون كافية، بس لأنه عندي الطقس بارد فخليته 3 ساعات. بعد مرور 3 ساعات هلا بشوفكن النتيجة. صار شايفين صار مثل قالب واحد. راح أقطع الجبنة بقلب الطنجرة بهاي الطريقة لحتى أتخلص من كمية المصل مثل ما شايفين. طبعا هاي الحركة بس لحتى اتخلص من كمية المي الزايدة اللي بتطلع من الجبنة. طبعا كمية الملفحة بتكون دائما مكتوبة على العلبة. انا حطيت يعني اقل من معلقة كبيرة، ممكن تحطوا غطا واحد طبعا. هلا هون برجع بغطي الطنجرة وبخليها تقريبا ربع ساعة. هلا هون راح احاول هيك اشيل من المصل واحطه بطنجرة. طبعا هذا المصل كمان عملت منه قريشة، راح انزل كمان فيديو. هلا عندي هذا الكيس، انا بنصح فيه كتير بصراحة، مريح، له سحاب دائما بتلاقوه بالسوبر ماركت محطوط جنب الفواكه. كتير مريح وبينضف بسرعة. انا كل مرة بستعمله برجع بغليه بعقمه وبنشفه بستعمله لمرة تانية. حطيت كمان حبة البركة. هلا هاي الجبنة بضغطها بتقريبا وزن 10 كيلو. راح اخليه تقريبا 3-4 ساعات لحتى تنشف المي عندي تماما وتصير عندي مثل القالب مثل ما شايفين قدامكم. عندي هون ملح خشن، راح اقطع الجبنة لقطع يعني حسب الرغبة، وراح املحها بالملح الصخري اللي ما فيه يود. طبعا ضروري الملح الصخري اللي ما فيه يود لحتى نحافظ على الجبنة. كل أنواع الأجبان والمخللات المفروض واحد يستعملنا ملح صخري لأنه ما فيه يود مثل ما شايفين قدامكم. راح أشيل قطع الجبنة ولتها بالملح كتير منيح، لأنه أنا ما بدي يضل بالجبنة يعني كمية مي. أنا بحب الجبنة تكون ناشفة، فلذلك راح أعمل لها هاي الحركة. وراح اخلي الجبنة تقريبا منقوعة بالملح لمدة يوم كامل او يومين، ما بيأثر، بمكان بارد طبعا. دائما للحفاظ على الجبنة المفروض تكون بمي وملح عيار البيضة. هلا هون بعد ما تركت الجبنة تقريبا يومين نزل منها مي. هاي المي استعملتها وزدت فوقها كمان شوي وزدت عليهم شوية ملح، وراح اغلي الجبنة. طبعا راح اغلي وجبات صغيرة كل مرة. راح اختبر الجبنة هيك باصبعتي، شايفين بس تطرى هيك، فالمفروض دغري واحد يشيلها من المي. راح احطها على مصفاي لحتى تبرد، وراح اكمل كل الكمية بنفس الطريقة. انا اعطيتكم عيار منزلي صغير، بتمنى تكونوا استفدتوا من هاي التفاصيل اللي حكيتها. وبتمنى كمان تجربوها وتدعوا لي. وعملت كمان جبنة مشللة بطريقة كتير سهلة وبسيطة، راح انزل لكم كمان فيديو بإذن الله. وعملت كمان قريشة من مصل الجبنة، كمان راح انزل عليه فيديو. نزلت كمان طريقة اللبن بتلاقوها كمان بالصفحة، من حليب المزرعة كمان عملته. اكتبوا لي كمان تعليقاتكم الحلوة وتجربتكم بعمل هاي الأشياء. كمان أنا بحب أتعلم وأعلم بنفس الوقت. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، بتمنى كمان ما تنسوا تتابعوني.